حدث الواحد مر بيه خلاص بقى تهديد، اي مشكله بقى تهديد. انت متجوزه ولا متطلقه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلي على محمد عليه الصلاة والسلام. ما تنساش تدينا اللايك الجميل وتدعم الفيديو بكومنت جميل كده، يبقى جزاك الله خيرا. النهاردة هنتكلم في 3 مواضيع. الثلاث مواضيع يعني شاغلين الميديا اليومين دول، وهم أولهم أميرة الدهب. أميرة الدهب الحقيقة بقالها 24 ساعة يعني التواصل الاجتماعي كله أميرة الدهب أميرة الدهب. تخيلوا إن أميرة الدهب يا جماعة يبقى لها فيديو وبقى قميص النوم أو في أوضة النوم أو مع واحد خليجي. لكم أن تتخيلوا إيه اللي هيحصل. يعني أكيد ضرب نار، وده عمال يتصل بده، حتى لو اتشال من على البتاع ما تبعتهولي وأديك اللي أنت عايزه. أميرة الدهب بقى يا جماعة، ما هو إحنا اليومين دول في شوطة، شوية هدير عبد الرازق في أوضة النوم، وشوية رحمة محسن ده في أوضة النوم ده جوزي، وادي طلع لنا دلوقتي أميرة الدهب. ولكم أن تتخيلوا بقى أميرة الدهب، الكل عنده شغف إنه يشوف أميرة الدهب، يعني زي ما أنتم عارفين. طيب أميرة حسان يا جماعة مهندسة ديكور، نزلت علينا من سنة 2022 ولكن انتشرت بسرعة البرق. الحقيقة هي بتتميز بقبول رباني من عند ربنا كده يا جماعة، الحاجات دي من عند ربنا. وإن هي كانت شغالة في محل ذهب، وبعد ما اشتغلت في محل الذهب يعني طلعت علينا إن هي بقت عندها محلات ذهب، ولكن اكتشفنا بعد فترة إن المحلات دي ما هياش بتاعتها، وإن هي كانت بتعرض لهم منتجاتهم. ولكن في الآونة الأخيرة ظهرت إن هي عندها محل في 6 أكتوبر في الحصري. فيعني دلوقتي يبقى ما عندهاش غير محل واحد اللي موجود في 6 أكتوبر في الحصري، ولكن بدأت تصور يعني تقريبا تقدروا ان هي خرجت من موضوع ان هي تشتغل بلوجر، ان هي تعرض عبايات، تعرض اي منتجات لاي حد وتبقى بلوجر. ده اللي ظهر في الآونة الأخيرة، ان هي مع المحل اللي هو بتاع 6 أكتوبر، بالاضافة ان هي بلوجر. طبعا اتعودنا وشفنا في الفترة اللي فاتت ان هي بتسافر كتير جدا، الامارات، السعودية، اسبانيا، تركيا، كل الاماكن بتقول ان هي بتنزل تتصور فيها. كان من فترة طلع عليها ان هي لها علاقة بتجار مخدرات، اصحاب وشركاء معاها في المحلات، وطلع الموضوع مش مظبوط. اليومين دول طبعا طلع عليها ان هي في فيديو ليها مع ساري خليجي، وانتشر زي سرعة البرق. كل الناس يا جماعة لكم أن تتخيلوا إن النهاردة يبقى موجود لأميرة الدهب اللي الناس أصلا بتقعد تبص لها وهي لابسة هدومها طبيعية، ما بالكم لو هي النهاردة من غير هدوم. فلكم أن تتخيلوا الموضوع. موضوع الفيديو انتشر بطريقة رهيبة رهيبة رهيبة، ولكن في الأول وفي الآخر لحد دلوقتي أميرة الدهب ما طلعتش قالت هو الموضوع أوله إيه وآخره إيه. لحد حاليا لحد دلوقتي ما هو إلا هو فيديو بينتشر طريقة رهيبة، ولكن لا طلعت بررت ولا حد طلع قال إيه الموضوع ولا إيه القصة رايحة فين ولا جاي منين. أكيد في الآونة الجاية دي هتطلع تقول إن هو جوزي، وإن هو حلالي بلالي، وإن أنا كنت عنده، ولكن في الأول وفي الآخر هو عنده أسرة تانية. يعني مش عايزين نعلن الموضوع، ولكن خلاص طالما الموضوع كده هنعلنه. الحقيقة بقت شوطة ماشية في البلد. الموضوع التاني وهو أحمد علي، وده مسمينه الشيخ أحمد، بيطلع على التيك توك كلها لايفات، اللي بيطلعها لايفات. واللايفات الحقيقة اللي بيطلعها كلها لا تقول انه راجل ملتزم دينيا بالوضع ده ولا الامور دي كلها، لانكم كلكم عارفين موضوع اللايفات عبارة عن ايه، ومين البنات اللي بتطلع فيه والكلام ده كله. الحقيقة حصل بينه وبين حد الفترة اللي فاتت اللي هي نورهان، حصل بينهم وواحدة اسمها مهرة. طبعا مهرة دي انتوا عارفينها اللي هي بتاعت ايه، صاحبة الكلمة المشهورة اللي هي اللحم على اللحم مش عارف ايه والكلام الفاضي ده كله. ولكن احنا بقينا في زمن ما يعلم به الا ربنا، بتوع اللايفات دول بقوا ينتشروا بطريقة رهيبة. الشيخ احمد متستر في موضوع
ان هو راجل ملتزم دينيا ومربي لي دقن وعامل لي فيها بتاع، وما بيطلعش اللايفات الا مع البنات اللي ايه زي ما انتوا عارفين. حصل خلاف بينه وبين نورهان الفتره اللي فاتت دي، فطلعت نورهان هي ومهره قالوا له بقى ايه، لا اقف عندك، انت مفكر نفسك شيخ، ده انت ولا حاجه، وهنطلع لك اللي عندك. هو يقول لهم طلعوا اللي عندك. المهم من هنا ايه، بدأت القصة وبدأ الموضوع يظهر فيه حاجات ما كناش نعرفها، حاجات اللي هي خلف الكواليس. نفوجئ ان الشيخ احمد ده يا جماعة ان هو تقريبا كان بيكلم نورهان ومهرة وفلانة وعلانة والكلام ده كله مكالمات خارجية ان هو يقابلهم ان هم يعملوا. فقالت نورهان انا لازم اظهر لكم ان هو لا يمس بموضوع الايه الشيخ ان هو شيخ ولا اي حاجة والكلام ده كله. طلعت فيوسات وطلعت بمكالمات بتبين فعلا فيها ان احمد ملهوش في الموضوع خالص، وان هو تقريبا يعني عامل موضوع ان هو المشيخه دي عاملها ستار بس والكلام ده كله. طبعا برضه ظهر برضه بعض الفيديوهات، ظهرت له برضه بعض الفيديوهات بين الاولاد اللي انتوا عارفينها اللي هي بتبقى ايه بيسموها 2 في 1، اللي هي مش معروفه هي ايه راجل ولا ست والكلام الفاضي اللي انتوا عارفينه ده. العيال اللي هي بتبقى اللي بيسموها العيال اللي مش عارف ايه دي، الحقيقه ظهرت معاه في احد الكافيهات، وان هو اصطحبه من بعد ما الكافيه وخده وراح معاه البيت. ظهرته برضه نورهان. من ضمن برضه الحاجات ان هو كان فاتح بس في احد الكافيهات، والحقيقه جه واحد قام لبه على قفاه وقام ايه الموضوع زي ما انتم شايفينه اللي هو منتشر على السوشيال ميديا، واداله قلمين حلوين وروقه وبتاع. الحقيقه النماذج دي بصراحه يا جماعه المفروض تنتهي من على التيك توك. والله الحاجات دي بصراحه بتسيء لعيالنا واسلوب مش كويس. فيا ريت يعني تقطعوا التيك توك ده من هنا خالص، يا تحطوا حاجه محترمه يا ترحمونا منه. والنهارده طبعا عيد ميلاد الدكتور مجدي يعقوب ال90، ربنا يديله الصحه، ودي اقل حاجه ان احنا نقدمها لرجل عظيم زي ده ضيع حياته وعمره كله في سعاده الاخرين، وان هو يعني يخلي مصر في مكانه تانية في جراحه القلب. الحقيقه شخصيه محترمه جدا، يعني كل سنه وانت طيب يا دكتور مجدي وعقبال مليون سنه. النهارده الدكتور مجدي اتم 90 سنه، كل سنه وانت طيب يا غالي. والحقيقه من النماذج المشرفه اللي الواحد المفروض يطلع يتكلم عليها، ولكن للاسف بنطلع نتكلم على ناس ملهاش ريحه اللازمه خالص في حياتنا. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.